السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا كده نبدأ على طول. النهاردة هنعمل كيكة الحليب الإيطالية، ما أقولكوش. 8 بيضات، وكمان 2 ورقة فانيليا، وكمان ورقة كيك شيف، وكوباية سكر، معلقة خل، وذرة ملح، وكوباية ونص دقيق عليهم ورقة كيك شيف. يلا بينا كده نبدأ وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. على فكرة المكونات دي كلها يعني مقدارين على بعض. المقدار الواحد بيبقى 4 بيضات. هقول لكم بقى بالمقدار الواحد. احنا كده هنبدأ نضرب مع بعض، وأول ما هنشتغل كده في الضرب هقول لكم مكونات. اللي هو المقدار الواحد 4 بيضات، نص كوباية سكر، معلقة خل صغيرة، ذرة ملح بسيطة، وكمان هنضيف ورقتين بيكنج باودر فانيليا، وكمان هنضيف ورقة كيك شيف، هنضيف معلقة واحدة كده، والدقيق كوبايه الا ربع كده. يبقى انا قلت لكم مكونات المقدار الواحد والمقدارين. كده احنا بدأنا نضرب البيض، وعليه كمان الفانيليا، وكمان ضفنا السكر واحده واحده، وبدأنا نضرب لحد ما بقى بالطريقه دي. هنا الدقيق ده احنا نخلينه كويس قوي. دول كوبايه ونص دقيق. هنبدأ نقلب في اتجاه واحد، ما تقلبيش بقى يا شاطره في اتجاهين، تبصي تلاقي الهواء اللي انت دخلتيه خرج تاني. هنقلب كده لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها. هنا جبنا صينية كبيرة عشان أنا عاملة مقدار كبير، غلفناها بالسمنة، وكمان عفرناها بحبة دقيق كده. بدأنا صبينا فيها الكيكة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنخبط كده صينية الكيكة خبطتين عشان نطلع فراغات الهواء اللي جواها، دخلناها الفرن على الرف اللي فوق خالص، وطفينا فوق وشغلنا الفرن تحت على درجة حرارة 180. هنا هنعمل صوص كريم كراميل. حطينا السكر على النار لحد ما يبدأ كده يسيح حبة حبة، وهنا كوباية مية عليها معلقة نشا ومية ساقعة، مية من الحنفية عادي. أول ما السكر بدأ يدوب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، أهم حاجة تاخدي بالك ما يبقاش طفل واقف جنبك في المطبخ، عشان الحاجة دي حرقها صعب جدا جدا جدا. وكمان تاخدي بالك وانت بتزودي المية، وتقلبي كده بعناية شوية، وتاخدي بالك عشان ما تحرقش منك. زي ما انتوا شايفين كده السكر بعد ما داب كويس، احنا ضفنا كده المية بالنشا. هنبدأ نقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما نوصل للنتيجة دي. شايفين صوص الكراميل اللي شكله عامل ازاي؟ تحفة. ولا هو اتحرق ولا اي حاجة. هنسيبه كده على جنب يبرد، وتعالوا بينا بقى كده هنشوف هنعمل ايه. هنعمل كده الكريم شانتيه. ده ربع كيلو كريم شانتيه خام. هنحطه كده وهنضيف عليه 3 معالق سكر كبار، وهنضيف كمان كوبايتين لبن متلج من الفريزر. وهنبدأ نضرب يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين. قلبي تقليبة الأول عشان الكريم شانتيه بيبقى زي بودرة، فممكن يعني يتبهدل الدنيا حواليكي. اقعدي بقى اضربي بقى جامد. على فكرة اسم الكيكة دي صعب عليا، انا يعني نطقته مرة واتنين بس، برضو اول ما بيضيع الاسم من قدامي كتابة بنسى الاسم، مبعرفش اقوله الصراحة. بس هي يعني احنا على قد الحال كده هنقول كيكة الحليب الإيطالية كده زي الفل يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنقعد نضرب لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. قوام انك انت تبدأي ترفعي كده المضرب لفوق. السرسوب او الخيط اللي نازل من المضرب يقف ما يقطعش، زي بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. بصوا كده تمام قوي. الكمية معايا اتضاعفت وبقت جميلة. كده هنعينها في التلاجة لحد ما نخلص الكيكة. بصوا الكيكة كده طلعت من الفرن جميلة جدا جدا، ولونها جميل. هنبدأ نخرمها كده بعصاية شيش طاووق ولا حاجة. ده كيلو إلا ربع لبن. حطينا فيه معلقتين 3 سكر، لبن ساقع على فكرة، وقلبناه. والكيكة لازم تكون دفيت شوية، ما تكونش لسه خارجة من الفرن. هنبدأ بقى نزقيها بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، على حسب بقى ما انتوا تحبوا بقى. لو عايزة تزقيها كتير براحتك، عايزة تزقيها حاجات يعني على قد كده براحتك. بس هي كوبايتين على الكبيرة كده زي الفل، والصغيرة خدت كوباية. جبنا الكريم شانتيه كده غلفناها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هنمسح بس سيوف الصينية. كمان ده مشط جديد، انا ما حدش استعمله قبل كده، خرجته من الكيس. هنبدأ نعمل زجزاج كده بطريقة زي اللي بنشوفها في المحلات. على فكرة القطعة من اللي انتوا شايفينه الجاتو ده
اقسم بالله ب50 واكتر من 50 بره، والمحلات عليها طوابير. بصوا غلطتي بقى ان انا صبيت من الحله على طول كده. بعد كده حسيت ان انا كده بوظت الدنيا، بدات اصب بالمعلقه. بس ما تخافوش، كل حاجه هتتدرى بعدين، هوريكم دلوقتي وهنشوف مع بعض. بدات بقى اصب بالمعلقه. هبدا بقى اميل الصينيه يمين وشمال لحد ما تتغلف كلها. كده حبه كريم شانتيه احنا حطيناهم في كيس صغير، وخرمنا الكيس. براحتك بقى تخلي الخرم اكبر او اصغر، وهناخده كده زي ما انتوا شايفين كده بالطول. براحتك بقى تضيقي توسعي زي ما انت شايفة. وهنجيب برضو عصاية الشيش طاووق برضو، وهنبدأ ناخد واحدة يمين واحدة شمال. وحاولي تمسحي العصاية وانت شغالة بيها، كل مرة تمسحيها عشان ما تبوظش الدنيا معاكي. زي ما انت شايفة بالطريقة دي. على فكرة برضو الدلقة اللي انا دلقتها دي يعني استخبت الحمد لله. بس انا قلت لكم عشان ما تغلطوش غلطتي، عشان دي الامانة. وكل واحد يقول اللي عليه، وبعد كده في الاخر ولا في الاول هي باظت هناكلها احنا بس برضو. العين اللي بتاكل. بصوا شايفين، الله اكبر، طالعه جميله 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 ما اقولكوش. جربوها وهتشوفي بقى ال50 جنيه اللي هما بيجيبوا بيها بره. احنا تقريبا عملنا بيها بتاع 12 قطعه واكبر كمان، ده الصاج ده كبير جدا. وكمان انا عملت برضو صينيه تانية صغيره لو واخدين بالكم. بصوا يعني الله اكبر، طالعه جميله 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 ما اقولكوش. هنحطها في التلاجة شويه، وكده طلعناها وهنقطعها زي ما انتم شايفين. يا ريت كل مره ما تقطعي فيها ما تعمليش غلطتي. انا قطعت قلت يلا كده كده انا بقطع على المظبوط يعني زي ما انتم شايفين كده. كل ما تقطعي مره كده. واخدين بالكم الكيكه جميله جدا ازاي وخفيفه وطريه. بصوا فراغات بتاعتها جميله وخفيفه. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. يا ريت تجربوها ويا ريت تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.